ينفع الشغله دي، الطريقه بتاعتي هتطير. فهنضطروا نعملوا ايه عشان برضو الحكومه شادة الدنيا، يعني الطريقه دي كده امشي عدل يحتار عدوك فيك. طبعا يا جدعان الفيديو دوت المفروض كان ينزل من بدري، بس ما نزلش بسبب ان انا كنت عامل حادثه قدام الشركه، حادثه بسيطه فاهم، بس خلتني مش قادر امسك الماوس وبالتالي الفيديو اتاخر. بس ما علينا، الفيديو في الاخر نزل برضه. بس فما تنسوش يا جدعان تفضلوا جدعان زي ما انتوا، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. حط لايوكا. ايه رايكم كده احسن؟ طب يا جدعان زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات عن مميزات الشغل في اوبر، هنتكلم الفيديو ده ان شاء الله عن العيوب. ولو حد فيكم لسه مشافش فيديو المميزات هيلاقيه تحت في الديسكريبشن، روح بص عليه وتعالى تاني. بس وخلينا بقى نتكلم عن العيوب. واول عيب معانا هو انك لازم تصور نفسك، بمعنى انك اول ما تفتح الابلكيشن لازم تاخد صوره سيلفي كده على الصبح عشان يتاكدوا انك صاحب الاكونت. انا بصراحه مش شايفه عيب قوي على قد ما هو ميزه، عشان يبقى فيه مصداقيه وامان على الناس اللي بتركب معاك. بس مش عارف في نفس الوقت ازاي في ناس بتبيع الاكونتات بتاعتها. اصلا ساعات بشوف ناس بيبيع الاكونت بتاعه اللي في اوبر او اندرايفر او كريم للبيع، فانت ازاي هتبيع الاكونت وفي نفس الوقت انت الشخص اللي اشتريته وتيجي تصور نفسك هيقول انك مش صاحب الاكونت فهتاخد بلوك، فاهمني؟ فبرضه الناس تخلي بالها من حته الاكونتات اللي بتتباع ديت عشان حته التصوير ديت. تاني عيب معانا ان الفلوس اقل من توصيل الطلبات. يعني هنا انت الفلوس بتبقى اقل، بيعاملوك كانك اجره، فاهم؟ الفلوس بتبقى قليله قوي، غير الطلبات ان انت بتدفع تمنها وبتروح تاخدها وبتطلع ادوار والحاجات دي كلها، فطبيعي سعرها بيبقى اعلى. فلو انت بتدور على الفلوس العاليه انصحك تخليك في توصيل الطلبات احسن من توصيل الافراد لان فلوسها اكتر. العيب رقم 3 اللي هو، والعيب ده مهم قوي، ان انت بتفضل قاعد على المكنه طول اليوم فدمك بيبقى واقف. بمعنى ان ركوب المكنه اصلا مضر، فاهم؟ للرجاله عموما ان انت بتفضل قاعد مزنوق في التانك، على عكس مثلا السكوتر رجلك بتبقى مرتاحه. لا المكنه انت بتفضل قاعد مزنوق، فاهم؟ ده اولا، فالعده بتبوظ. ثانيا ان انت بتفضل راكب فبتتحركش كتير، يعني بتنزلش وبتطلع زي مثلا توصيل الطلبات ان انت بتطلع سلالم وبتروح مطعم وهكذا وهكذا. لا انت بتفضل قاعد على المكنه فبتنمل، فاهم؟ بتنزل بعد كده على المكنه تلاقي نفسك جسمك متدغدغ وانت اصلا يعني قاعد ما بتتحركش، فاهم؟ فده بيأثر بعد كده على الظهر وبيأثر على الركب وبيأثر على حاجات كتير قوي، خصوصا مع الهواء الساقع ما بيضرب في وشك وفي صدرك طول ما انت ماشي، فده بيبقى رخم شويه. فحتى هم ذات نفسهم عاملين لك حوار كده ان انت اخرك في الشغل 6 ساعات، بعد كده لازم تروح تنام او تروح تسيب المكنه خالص، يعني هم عارفين الحوار، فاهم؟ رقم 4 بقى في العيوب ان انت ممكن حد يركب وراك وزنه تقيل فشخ، فاهم؟ فيفشخ لك المكنه، لان انت ما بتشوفش الناس، انت فاهم؟ فبقى انت ورزقك. يعني ممكن واحد يركب لك وراك تلاقي قاعد تتجر باظت، تلاقي المساعد ضرب، تلاقي اي حاجه حصلت، فدي عيب رخم يعني. رقم 5 ودي بصراحه حاجه يعني ممكن حد يشوفها ميزه وحد تاني يشوفها عيب، انا ذات نفسي ما بحبهاش، حوار الرغي. حوار ما بحبش حد يبقى راكب ورايا يفضل يرغي كتير ويلوك، ان انا بحب اركز في السواقه او بحب اريح دماغي، بحب اركز في الطريق واجري وكده، فلما حد بيقعد ورايا يتكلم كتير بتزاول، فاهم؟ فدي حاجه برضو انت بتقدرش تتحكم فيها. الناس اللي بتركب وراك ساعات في ناس تحب تقعد تتكلم في مواضيع، تفتح حوارات، الحاجات دي كلها، وانا بصدع بصراحه. فدي من العيوب برضو، على عكس اوردرات الاكل ان انت متبقاش الكيس او الساندوتش ما بيتكلمش، فاهم؟ فدي حاجه حلوه يعني. والعيب السادس معانا اللي هو ان انت مش بتعرف انت رايح فين، وده عيب خطير قوي. اللي هو العيب ده موجود في اوبر سكوتر بس مش موجود في اوبر اللي هو العربيه العادي. ان انت مش بتبقى عارف انت الزبون ده رايح فين، بتروح له بيبقى قريب منك وبتروح له بس تساله بعد كده احنا رايحين على فين. فدي حاجه رخمه لو انت مثلا مخلص شغل وعايز تروح وعايز تاخد اوردر على سكتك، بتلاقي ان انت مش قادر تاخد اوردر على سكتك، هو الزبون اللي بيتحكم في طريق او مكان اللي هو رايحه، فاهم؟ على عكس مثلا حاجه زي اندرايفر بتقدر تحدد المكان اللي انت رايحه، تقول له مثلا سكتي كذا وهو بيديك الاوردر على سكتك، فاهم؟ بيديك عميل رايح في نفس سكتك. العيب رقم 7 معانا اللي هو القبض بيبقى كل يوم 2 لو اوردر فيزا. بمعنى ان ساعات بيبقى في اوردرات لو انت مثلا كابتن وصل حد وبعد ما وصله الراجل ده ليه باقي،
فبدل ما يفضلوا يلفوا على باقي فيجي يقول له ايه انا هكتب في التوصيل ان انت ليك باقي مثلا، يكتب التوصيل بالزياده فينزل له الفلوس دي في حساب العميل. فالاوردر اللي بعديه اللي هو انت حضرتك لما تيجي توصل للعميل بتلاقي ان العميل مش هيدفع لك حاجه، تلاقي مثلا بعد ما توصله تلاقي مثلا التوصيل 6 جنيه 3 جنيه حاجات زي كده. فتلاقي ان هو خلاص مش هيدفع لك حاجه. ده هو بيبقى ليه؟ بيبقى ان هو الاوردر اللي قبليه هو ليه فلوس في المحفظه، فبتنزل لك انت بتاخدها في المحفظه بتاعتك، فاهم ازاي؟ فعشان بقى تاخدها في كاش في ايدك لازم تستنى لحد يوم الاثنين، لان اوبر بتديك فلوسك كل يوم اتنين، عكس مثلا مرسول بتديك فلوسك حد واربع. لا اوبر بتديك كل يوم اتنين، فلو انت اوردر فيزا لازم تستنى لحد يوم الاثنين، ودوت بالنسبه لي كان عيب. العيب التامن والاخير اللي هو انت مش بتعرف هتاخد كام كمان غير بعد التوصيل، فاهم؟ يعني ما بتعرفش السعر، انت بتمشي كده كل ما بتعد كيلوات كل ما بيبقى فيه فلوس اكتر، فاهم؟ فانا مثلا هاخد واحد من المنطقه الفلانيه ودي المنطقه التانية مش بيكتب لي السعر، عكس مثلا مرسول او ان درايفر او الابلكيشنز التانية انت بتبقى عارف انت هتاخد كام بالظبط، فبتقدر تقبل او ترفض الاوردر دوت. انما هنا انت بتلبس الاوردر، انت فاهم؟ ما بتبقاش عارف العميل شكله عامل ازاي، ولا بتعرف هو رايح فين، ولا بتعرف هو يدفع كام. ده من اخطر العيوب اللي في اوبر بصراحه، فاهم؟ بتبقى ماشي كده على الله، راكب بقى وراك حد تقيل شكلك المكنه مش مشكله، راكب وراك حد خفيف رايح حته مقطوعه، رايح حته بعيد عن بيتك، الحوارات دي كلها بتبقى للاسف مش عارف. فبس ده كان اخر عيب معانا، يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون الفيديو فاد اي حد بيفكر في الشغل في اوبر. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايوكا عشان تشوفوا كل جديد. كان معاكم اخوكم محمود سورو، لو عندكم اي استفسار عن اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.